لو لسه ما جربتيش الكشري الصحي هنعمله النهارده بالرز البسمتي، طعمه تحفة وفي حلة واحدة خطيرة بجد. هقول لكم كل الأسرار وازاي يطلع معاكي مفلفل كده ومش معجن، وكمان هنعمل تشويحة من البصل بتبقى طعمها خطير جدا، أحلى من البصل المقرمش بكتير. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. أنا هايدي مكرم، أخصائية تغذية علاجية، وبقدم لكم الأكل بطريقة صحية. أول حاجة هنستخدمها هي معلقة من الزيت، ممكن نستخدم زيت دوار الشمس أو ممكن زيت زيتون، وطبعا يفضل زيت الزيتون. بصلاية كبيرة متقطعة، وبنزل عليها بكوباية من العدس اللي بجيبه اللي هو بيبقى الأسمر ده، مغسولة مش منقوعة ولا حاجة. لو انتوا حابين تنقعوها ممكن ننقعها شوية. وكوباية من الرز البسمتي. بحط عندي البهارات بتاعتي، ملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر بصل باودر، وممكن نحط كمان كمون. ببتدي اشوحهم تشويحة مع البصلاية، وبحط بعد كده 3 كوبايات من المية تكون مغلية. بقلب عندي الخليط كويس، وبعد كده ببتدي اغطي الحلة لغاية ما تستوي او يبتدي يتشرب منها المية كده. بجهز عندي بقى شوية من المكرونة والشعرية، بس هنعملهم بطريقة هتدي طعم لذيذ جدا للكشري. حوالي معلقة من زيت الزيتون او زيت دوار. يبقى كده احنا استخدمنا معلقتين من الزيت. نعد مع بعض الزيت عشان ما نكترش برضو الزيت، هي معلقة كبيرة بالظبط. بحط نص كوباية من الشعرية ونص كوباية من المكرونة اللي هي بتاعة الكشري. بحمرهم تحميرة خفيفة كده، وبنزل حوالي كوباية وربع من المية تكون مغلية. أول ما بيتشرب المية ونحس ان هو استوى نص تسوية كده، ببتدي بقى احطهم على الحلة بتاعة العدس والرز اللي هو يا دوبك بدأ يتشرب المية. وبحط كمان كوباية من الحمص الشام المسلوق. وطبعا حمص الشام طبعا مليان بالبروتين والكالسيوم، يعني عايزة اقول لكم ان الاكلة دي تحفة وخطيرة ومليانة بكل العناصر الغذائية دي. كده تالت معلقة من الزيت. ببتدي احط عندي هنا معلقة صغيرة من الثوم، وبجهز بقى الصلصة بتاعتها، وهي عبارة عن 3 معالق من الصلصة. كمان بحط معلقة من العسل، وكمان معلقة من الخل، وبقلبهم لغاية ما تتسبك عندي تسبيكة خفيفة خالص. طبعا الصلصة دي احنا كنا مفرزينها قبل كده. بضيف عندي بقى هنا الملح والفلفل والكمون، توم باودر بصل باودر، بس خلي بالي ما كترش علشان انا حاطه قبل كده فين في الحله بتاعه الرز والعدس، فما كترش برضو الملح. ببتدي بس 10 دقايق كده تغلي، وبيكون عندي احلى صلصه خطيره. ومعلقه العسل كمان بتظبط الطعم، وكمان ما تعملش حموضه مع الصلصه. كده الصلصه كمان جهزت. هنجهز بقى كمان الدقة بتاعة الكشري، وهي عبارة عن نص معلقة صغيرة من الثوم المهروس، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة كبيرة من الخل، رشة من الشطة، ونص معلقة صغيرة من الملح. وبحط حوالي كوباية من المية، ودي عندنا الدقة بتاعة الكشري. بعمل بصل بقى بتديله طعم حلو قوي الطريقة دي. ممكن ما يبقاش يعني محمر قوي، بس طعمه خطير وهيدي طعم حلو قوي للكشري. وبرده عبارة عن معلقة من الزيت. ببتدي اشوحها كده البصلاية في الطاسة لغاية ما تدي لون مكرمل كده. وببتدي اجهز بقى عندي الخلطة بتاعة الكشري، بحطها في طبق كبير. وبعد كده بقى عندي احلى كشري ممكن تاكلوه بجد، طعمه خطير. وطعم الرز البسمتي حاجة جديدة كده مدية طعم خطير للكشري، وفي حلة واحدة وما تعبناش نفسنا. وكل ده ما خدش عندي تلت ساعة وكله استوى. احط بقى عندي البصل والصلصة، وطبعا كمية الصلصة زي ما انتوا بتحبوا صلصة كتيرة او صلصة خفيفة. كل واحد بقى ياخد على قد مثلا لو حد عامل دايت ممكن ياخد من 7 معالق ل 8 معالق. وبكده وصفتنا النهاردة خلصت، واحلى وصفة هتاكلوها بجد بالطريقة دي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الكومنتات الحلوة اللي بتشجعني. باي باي.